باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. احبائي، في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن حرف الاس، وهو ده الشخصيه الحسيه او اللي بيلاحظ. والنهارده هنتكلم عن حرف الان، وحرف الان ده الشخصيه الحدثي او البديهي. وقلنا ان حرف الاس وحرف الان هو الطريقه اللي احنا بنجمع بيها المعلومات عن العالم الخارجي. فالنهارده واحنا بنوصف او بنشرح الشخصيه الحدثيه او البديهيه، فاول حاجه نعرفها عنه ان عنده القدره ان يفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت. ما عندوش مشكله ان يفكر في كذا حاجه في وقت واحد. تلاقوا يقول لك كذا على فكره وكمان كذا، ولو جبنا مش تلاقيه ما فيش مشكله عنده ان كذا فكره يتحرك فيها في وقت واحد. عينه رايحه دايما للمستقبل، وشايف امكانيه تحقيق المستقبل دوت. ما فيهوش يعني اي مشكله ان احنا نقدر نعمل كذا، والشهر الجاي نعمل كذا، وفي الخطه نقدر ننفذ كذا وكذا. هتلاقي رايح لبكره. يعني يقولوا دايما ان الشخص الحسي يقول انا هنا، والشخص الحدثي اللي هو حرف الان يقول انا رايح فين. شايفين الفرق؟ الشخص حرف الاس يقول انا هنا دلوقتي، البريزنت تايم، الوقت الحاضر ده. لكن الشخص الحدثي حرف الان او البديهي يقول انا رايح فين، ففكره رايح لان بكره او المستقبل يبقى شكله ازاي. الشخص الحدثي حرف الان التفاصيل عنده مش حاجه مهمه قوي، يعني ما تفرقش معاه. يعني مثلا فاكرين لما اتكلمنا على الشخص الحسي وقلنا ان هو لو سأل الساعه كام وحد قال له 3 وشويه هيتضايق من الاجابه دي. لا، الشخص الحدثي حرف الان مش فارق معاه، يا 3 وشويه وخلاص كده يعني. هو الموضوع بالنسبه له ان يعني الدنيا التفاصيل قوي مش فارقه عنده، يعني مش لازم يعرف كام دقيقه بالظبط، يعني لا دي مش مهمه عنده يعني. الوقت بالنسبه له موضوع نسبي. يعني ايه الوقت بالنسبه له موضوع نسبي؟ يعني انا مش متاخر على المحاضره طالما الدكتور ما خدش غياب مثلا او ما وزعش امتحان في بدايه المحاضره. انا مش متاخر على الاجتماع في الشغل طالما ان المدير ما سالش عليا في الاجتماع، او ان يعني كان عايزني اعمل حاجه وبص حواليه وما لقانيش. فلغايه كده انا مش متاخر. لكن رحت بقى بعد ما ابتدى ب10 دقائق، بعد ما ابتدى بربع ساعه، بعد ما ابتدى ب5 دقائق، مش فارقه معايا خالص. وما ببصش ولا بحط في دماغي ان انا رايح متاخر الحته دي، لا عادي. ما هو طالما ما حدش سلط الضوء عليا في حاجه معينه، او ان انا راح مني حاجه في الوقت اللي انا اتاخرت فيه، خلاص يبقى انا مش متاخر. فالوقت بالنسبه له موضوع نسبي. لكن الشخص الحسي اللي هو حرف الاس، لا، الموضوع بالنسبه له مهم قوي موضوع الوقت ده. يعني يحب قوي الشخص الحدثي او البديهي اللي هو حرف الان يعرف الحاجه دي بتمشي ازاي، او الحاجه دي بتشتغل ازاي، او الحاجه دي فكرتها ايه. للفضول، يعني مش لازم يكون عشان يتعلمها ولا يعملها ولا يحترفها، لا خالص خالص. لمجرد بس ان هو عنده دايما الفضول ان عايز يعرف الحاجه دي ازاي، والحاجه دي ليه، والحاجه دي بتشتغل ازاي كده. يعني هتلاقيه دايما بيسال باستمرار كده، وتلاقيه اكتر واحد يهمه قوي الموضوع ده. يعني ممكن تكونوا قاعدين واحد كده في النص قال ده انا عندي اب مش عارف لكاسات ليه، ايه ده، والاب ده بيعمل ايه، طب وانا ممكن اطلع منه ايه، ويشتغل ازاي، وانا لو دوست على كذا هيحصل ايه. وممكن في الاخر ما ينزلش الاب. يعني الموضوع بالنسبه له مش ان هو بيتكلم ومهتم وبتاع عشان خاطر حاجه هيعملها يعني وبتاع، لا، هو الفضول عنده ان هو يعرف كل حاجه بتحصل ازاي او بتشتغل ازاي او فكرتها ايه. ده حاجه مهمه بالنسبه له قوي. يعني يهمه قوي ان يعرف الحاجه دي علاقتها ايه بده، او الشخص دوت علاقته ايه مش عارف بفلان اللي مشي من عندنا من اسبوع، او ايه واسطته مع مش عارف مين. يحب يعرف الكونكشن دي، الترابط ما بين الحاجات، يحب يعرفه. هو مش بس فضولي يعرف الحاجه بتشتغل ازاي او فكرتها ايه، لكن برضو يحب قوي يعرف العلاقه ما بين الحاجات وبعضها، او العلاقه ما بين الاشخاص
وبعضهم ما يهموش قوي الحاجه نفسها، لكن يهم قوي ان يعرف التواصل ما بين الحاجات ديت حاصله ازاي. ودايما زي ما بقول الحاجه دي فضولي ان يعرف، فدايما بيسال الحاجه دي بتشتغل ازاي، وبرضه يسال الحاجه دي معناها ايه. الحاجه دي بتشتغل ازاي من اجل الفضول ان يعرفها، والحاجه دي معناها ايه عشان يقدر يوصل علاقه ده بده ازاي. او هو ممكن تلاقيه لما انت بتتكلم يقول لك يبقى دوت جاي محصل مش عارف من مين، عايز يوجد الرابطه ما بين اللي انت قلته هنا واللي انت بتقوله دلوقتي، هتلاقيه يوصل للحاجه دي بسهوله قوي. ده الشخص الحدثي او البديهي اللي هو حرف الN. اجابته للاسئله دايما اجابات عامه، ما بيديش اجابات بالتفصيل، وهو مش عايز يستفز حد ولا عنده شيء من الغموض ومش عايز يتكلم في تفاصيل. لا، هو بالنسبه له الدنيا على بعضها كده، ما فيش يعني حاجه معينه. مثلا هو كان حاضر ميتنج مهم قوي مع مثلا رؤساء الاقسام مثلا، وانت عنده في القسم بتاعه، فاول ما خرج بتقول له ايه يا فندم كان الميتنج عن ايه؟ قال له كان ميتنج كويس، يعني اتكلمنا في كذا نقطه وهو بنحاول نوصل يعني. انت فهمت ايه؟ ما فهمتش حاجه. هو مش بيتكلم بغموض ولا الموضوع سريه كامله وهو مش عايز يتكلم، هو بالنسبه له التفاصيل مش قوي يعني مثلا تيجي تساله يعني يا فندم اتكلمتوا في النقطه الفلانيه، يقول لك فعلا اتكلمنا في النقطه دي. طب وصلتوا لايه؟ ما تلاقيهوش يدي لك تفاصيل الحدث، هو مش لكده. وما تفهموش غلط ان هو مش شخص بيتسم بالسريه ولا الغموض، لا هو اجاباته عامه، ده في اي حاجه في اي وقت مع اي حد. فدي طريقته في الاجابات يعني، لانه طريقته كده فبيلح بقى لما حد يتكلم في التفاصيل يعني مثلا نفس الشخص ده اللي بيسال رئيسه اللي كان في الاجتماع مع رؤساء الاقسام ده، اتكلمتوا يا فندم في النقطه دي؟ قال له واتكلمنا في النقطه دي. طب يا فندم وصلتوا لايه؟ يعني ممكن نفكر فيها في الميتنج الجاي. يعني يا فندم ما فيش، يقول له وبعدين بقى تلاقيه بقى خلاص يعني انت خنقتني، انت عمال تسال في تفاصيل، انا ماليش في التفاصيل، انت خنقتني. وبعدين بقى مش بعدين بقى يعني ان هو يعني مش عايز يكمل كلام في الحته دي، لا هو التفاصيل بالنسبه له شيء مش مريح، فبالتالي ممكن هتلاقي تسمع منه كلمه ايه وبعدين بقى، ما خلاص كده يعني معناها ان هو بيتخنق من اللي يقعد يلح عليه في تفاصيل في الموضوع، لان هو ده مش شخصيته. يعني مثلا الشخص الحدثي او البديهي اللي هو حرف الN اللي احنا بنتكلم فيه، لما يقبض مرتبه مثلا هتلاقي دماغه راحت، يا ده الواحد لو يروح يقضي له يومين بقى كده في مش عارف فين، ويبقى يا سلام بقى لو هو بقى اوبن بوفيه في الفطار والعشاء، ويبقى كده يا الواحد ريح دماغه واعصابه والدنيا تبقى حلوه. دماغه فين؟ دماغه مش مصاريف الشهر، مش لستة الاستقطاعات اللي هتطلع، الإيجار والنور والمية والأقساط والجمعية لا، دماغه مش هنا خالص، دماغه في حتة تانية. هو يمكن ما يعملهاش بس دماغه تروح للحتة التانية ديت، ويقعد ممكن يفكر ويحلم بيها كده شوية، وبعد كده يبتدي بقى يعيش الواقع ويسدد اللي عليه يعني. أو هتلاقيه يروح لمراته ويقول لها ما إيه رأيك تيجي ناخد يومين مش عارف إيه، أنا بط تعالي نروح يومين. تقول له ايه اللي بتتكلم فيه ده احنا علينا وعلينا تروح مرجعاه بقى للواقع، بقى دماغه بقى تفوق ليكي حق ويروح ساكت. بس هو نفسه في ايه؟ خياله وافكاره اللي هو فيه دوت حد يتجاوب معاه ويروح ويدي معاه، مالوش في تفاصيل بقى انها طلع مرتب مش عارف مثلا 1050 لايه و340 لفين و217 لايه، لا مش لكده خالص، الدنيا ما بتمشيش معاه بالشكل ده. ولانه شخص فضولي، فاكر لما كنت بقول لكم ان يحب يعرف الحاجه دي بتشتغل ازاي والحاجه ديت استخدامها ايه والحاجه دي عشان ايه، الفضول دوت. لانه شخص فضولي تلاقوه يحب المغامرات ويحب الاستكشافات. فلو مثلا انت تقول له انا نفسي اروح المكان دوت انا ما رحتوش قبل كده، يقول لك يلا بينا. هتلاقيه اكتر واحد يشجعك ويقول لك يلا بينا، يعني يحب المغامرات يحب الاستكشافات يعني، لانه شخص فضولي فعايز يعرف المكان الجديد دوت والدنيا دي هتبقى شكلها ايه يعني، فيميل للحاجات ديت، للمغامرات والاستكشافات ديت يعني.
فاكرين المره اللي فاتت قلت لكم لو الشخص الحسي هيوصف مكان مكتب الاتش ار لموظف جديد في المبنى هيوصف له ازاي؟ لو من حظه الوحش ان قابل شخص حدثي او شخص بديهي وقال له من فضلك مكتب الاتش ار فين؟ هيقول له بص اطلع الدور الثالث تلاقيه في وشك على طول، اما بس مش هتوه هتوصل له. فين اطلعه ازاي اولا الدور الثالث دوت؟ هو الدور الثالث فيه مكتب واحد الاتش ار ولا الدنيا عامله ايه؟ ما عندوش تفاصيل، ما عندوش تفاصيل، اطلع كده وخلاص يعني اهو قدامك اهو خلاص كده، يعني الدنيا بالنسبه له بالشكل ده. يعني مثلا اقول لكم حاجه، لو الشخص الحسي والشخص الحدثي البديهي، يعني لو حرف الاس الشخص الحرف الاس والشخص الحرف الان دخلوا هما الاثنين مكان، هتلاقوا الشخص الحسي حرف الاس عمل سكرين للمكان كله. فلو سالته لون الحيطان ايه هيقول لك، لو سالته لون الستاير ايه هيقول لك، لو سالته المكان فيه انتريه بس ولا فيه كذا كرسي تاني هيقول لك وعددهم كام. لو سالته في تابلو متعلق على الحيطه هيقول لك تابلو كذا وكذا وكذا. الشخص الحسي هيدي لك التفاصيل. الشخص البديهي لو جيت سالته المكان شكله ايه يقول لك لا المكان كان حلو جدا، ده مكان واسع ومنور والدنيا حلوه خالص. ايه في التفاصيل؟ طيب المكان فيه كم كرسي مثلا؟ لو احنا 10 افراد رايحين في كراسي تكفينا؟ يقول لك لا ما خدتش بالي، بس هو المكان واسع. يعني دماغه رايحه للصوره العامه مش رايحه للتفصيل. فاكرين لما قلت لكم الشخص الحسي لو بص على غابه يجيب تفاصيل كل شجره موجوده فيها؟ لا، الشخص الحدثي او البديهي اللي هو حرف الان لو بص على الغابه هيقول لك الله يا بص الغابه اللون الورق الاخضر كده يشرح كده، تحس ان بص الهواء الاكسجين بيسيبه حاجه على بعضها كده. تساله بقى كم شجره شكلهم ايه يقول لك ما خدش بالي، ما بيركزش في الحته دي خالص. يعني هديكوا تدريب من الكتاب المقدس عن اشخاص حسيين واشخاص بديهيين ومعاهم القائد بتاعهم، وانتوا قولوا لي بقى، يعني احب اسمع منكم ان القائد دوت شخصيته حسي ولا حدثي بديهي، وان ال 12 اللي كانوا معاه دول اللي هو بعتهم كانوا نوعهم ايه. موسى لما بعت 12 واحد يتجسسوا ارض كنعان، العشرة رجعوا بكلام واثنين رجعوا بكلام. فالسؤال ليكم، موسى نفسه كان شخص حسي حرف اس ولا كان شخص حدثي بديهي حرف ان؟ وان العشرة كانوا حسيين حرف اس ولا بديهيين حرف الان؟ والاثنين التانيين برضو كانوا حسيين ولا بديهيين؟ الكلام ده هتلاقوه في سفر العدد الاصحاح ال 13. بصوا على الاصحاح ويبقى تطبيق للكلام اللي احنا قلناه عن الشخص الحسي حرف الاس وعن الشخص الحدثي البديهي حرف الان، ونقدر نشوف شخصيات الكتاب كانوا مين في الاثنين دول. ولسه بنكمل في محاضرة الكورس. أشكركم.